السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين إيه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين، اللهم آمين. النهاردة غدانا طبعا، زي ما قلت لكم الملوحة، لازم ناكل النهاردة ملوحة يا جماعة. وصحيت طبعا، عملت الطحينة وقشرنا الملوحة بالمنظر ده، وعملنا البصل، وده العيش الشمس اللي احنا خبزناه يوم الوقفة. وبالهنا والشفا ليكم. عملنا بس حتة ملوحة حلوة جدا. ده انا اشتريت كده حوالي دول 2 كيلو ملوحة يعني، عشان كنا صايمين طبعا وزهقنا من الاكلات اللي هي بتاعت رمضان، كل يوم طبيخ والمحشي والحاجات دي. فلازم هناخده الاسبوع ده طبعا يعني. احنا مدمنين ملوحة عامة يعني. فيعني جبت كمية حلوة، قلت عشان ايه كل شوية بيحبوها عندي الأولاد طبعا وجوزي بيحبوها جدا، البيت كله عامة عندنا. احنا قبل رمضان كنا بناكلها كل جمعة، لازم كل جمعة ناكل ملوحة أو الفسيخ. احنا ما بنحبش أي أنواع في الحاجات دي غير الملوحة، الصعيد بتاعتنا دي والتونة والسلمون. يعني عن نفسي يعني، او عامة يعني، انا وعيالي وبيتنا ما بنحبش لا الرنجة ولا الحاجات دي، بنحب الملوحة. عاشقين ملوحة، مدمنين يعني. فانا كده كنت بنضفها عشان نبتدي كده نعملها. هنقشرها كده تقشيرة حلوة، ونفتحها من جوه وننضفها طبعا. والجماعة اللي هم بيعوا مش عارفين، اعذروني يا جماعة على راسي من فوق، بس الأكلة دي يعني مستحيل مستحيل ما ناكلهاش، بنحبها جدا، مصر كلها بتاكلها طبعا. فاحنا من عشاق الملوحة يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آه طبعا حضراتكم مش متفاعلين معايا في الفيديوهات، ولا حد مشترك يعني، ماشي على راسي، بس يعني انا بطلبها منكم فضلا وليس امرا، يعني تدعموني. انا بحبكم في الله جميعا. انا نفسي القناة بتاعتي تكبر يعني بيكم وليكم ان شاء الله. انا بحب المحتوى ده بتاع الطبخ والحاجات دي يعني. فانا حابة يعني القناة بتاعتي تكبر، عندي وصفات وحاجات كتيرة الحمد لله يعني. بعرف اعملها الحمد لله يعني. دي موهبة من عند ربنا، اي حاجة يعني بشوفها بتحط فيها بطلعها صح الحمد لله. وكله بشهادة الكل اللي حواليا بيحبوا حاجاتي. فانا يعني حابة المحتوى ده، حبيت اوري حاجات يعني للناس وكده، حد يشجعني. فيعني أرجوكم كده شجعونا باللايكات والاشتراكات كده في الفيديوهات، عشان القناة تكبر بيكم وليكم إن شاء الله. كده طبعا اهو كده خلصتها تكشير وبنضفها من جوه، وبحوش الشوكة الكبيرة دي اللي بتبقى بطول الملوحة، عشان بقطعها كده حتت ترانشات حلوة، مش بناكلها كده زي ما هي صاحية. وبظبطها يعني، وبحطها في الطحينة، وبحط جزء من بره نعصر عليه ليمون، وبنحب ناكلها بالطريقة دي. كده انا خلصت يعني، مش عملت الكمية كلها طبعا عشان يعني مش تبوظ مني. انا كده عملت ايه على قد ما هنتغدى باذن الله ان شاء الله يعني. وهقطعها كده طرنشات وهظبطها معاكم. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد فطر عليكم جميعا. عيد سعيد عليكم، ويا رب تحققوا كل اللي بتتمنوه، وكم طالعين من رمضان ان شاء الله. يعني عملنا خير على قد ما قدرنا، ان شاء الله ربنا يتقبل مننا اجمعين يا رب. و... وربنا يحقق لكل واحد أمنية طلبها من ربنا إن شاء الله. وربنا يسعدكم جميعا ويجعلكم كده طيبين وبخير. كده أنا بقطع الملوحة حتت كده حلوة يعني،
عشان نعرف نمسكها كده وناكلها. الصراحة الملوحة دي طعمها حلو جدا وشكلها وريحتها، يعني مش عايزة اقول لكم، انا جات مننا قبل كده افطار المغرب. انا جايباها من اسيوط. ابويا طبعا بينزل اسيوط بيجيب لنا الحاجات بتاعه الوقفه وكده، بيجيب لنا كميات كبيره، فكان ريحتها فظيعه كده. انا خلصت الكميه، بصوا المنظر تحفه يا جماعه، يعني ما قدرناش نقاوم، فروحنا اكلنا بعد الفطار منها. الصراحه ما تتقاومش. ده كده نص كيلو طحينه، هعمله كده. هنحط خل وبعد كده هنزوده بالميه، ونحط الملح والليمون كده ونظبطه، وبعد كده نحط فيه قطع ملوحة عشان الطحينة يعني تديها تطعيمة. كده هحط ايه انا دلوقتي؟ الخل. هحط الخل يعني كمية حلوة عشان ده نص كيلو طحينة. انا استسهلت طبعا ورحت جبت المضرب عملته بيه. الصراحة اول مرة اعملها بالمضرب، بعملها كده بالسلك اليدوي بايدي وساعات بالمعلقة، فانا كان المضرب جنبي، استسهلت بصراحة يعني وعملتها بسرعة. كده بصوا، بعد ما حطيت لها الخل القوام تخن معايا كده، انا بخفها بالمية. بنعملها بالطريقة دي بتبقى تحفة يعني. ممكن تعملها برضو في الخلاط او بايدك بالمعلقة او السلك اليدوي يعني المضرب اليدوي. كل ما بتزيد معايا بخفها بالمية، كل ما تزيد معايا بخفها بالمية. هتفضل تضربي فيها كده مع يعني لما توصل للقوام الحلو بتاعها، لا يعني تقيلة ولا خفيفة، بتبقى مظبوطة، بنبقى عاملينها مظبوطة. وبعد كده نروح ايه مملحينها ومظبطينها بالليمون والملح بتاعها. آه لقيتها برضو لسه، حطيت مية تاني وهفضل اضرب فيها كده يعني لحد ما اوصل للقوام بتاعها. كده كانت ضربت خلاص تنتهي معايا. بس يعني هي كان طعمها تحفة يعني وشكلها حلو. يا جماعة حطوا اللايكات وتفاعلوا معانا يا حلوين، يا ستات، يا حلوين، يا بنات. أرجوكم يعني حطوا له اللايك، حطوا اللايك يا حلوين يا جمرات، انتوا كلكم على راسي طبعا، بحبكم في الله. واللي يشوف فيديوهاتي يخش على القناة يعني يشترك فيها ويتفرج على فيديوهاتي. أنا يعني بقدم محتوى حلو كده ومحترم يعني، ومعلومات بسيطة ووصفات بسيطة كده. أنا بعمل البصل، قشرت البصل الأحمر اهو، بعمله طرنشات، وهحط عليه ليمون، نعصر عليه ليمون، ونحط خل وملح ومية متلجة. آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده بصوا حطينا الملح والليمون وخل، وهنزل عليه بالمية يعني متلجة. ده كده البصل بيبقى طعمه تحفة. وده شكل الغدا بتاعنا بتاع الملوحة. على فكرة انا حطيت في الطحينة قطع ملوحة برضه عشان تطعمها. وكده انا بعصر ليمونها، بصوا على القطعة اللي انا مقطعاها. وبعد كده آه هناكل كده بالهنا والشفا لينا وليكم. بصوا كده دي الطحينة انا بعد ما عملتها وخلصتها، والبصل، وده العيش الشمس اللي احنا خابزينه طبعا يوم الوقفة. وكان غدا حلو ولذيذ طبعا، وكنا فرحانين ومبسوطين والاولاد مبسوطين. وكل سنة وانتم طيبين يا رب العالمين.